هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. هنبدا شويه في وصفات رمضان. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم يا رب بالخير والبركه والصحه واحنا وسط حبايبنا واهلينا. هنبدا شويه في مقبلات رمضان او في الابيتايزر اللي بنكون عاوزينها، يعني بالليل كده بعد الفطار مع كوبايه شاي بتكون حلوه قوي. ما تنسوش كمان ان رمضان جاي في الشتاء، يعني هيحب قوي المعجنات والحلويات والحاجات دي. فعاوزين بقى نطلع روح الابداع بتاعتنا في رمضان ده. عملت لكم اول وصفه وهي سندوتشات الفراخ بعجينه تحفه قوي. اسمها العجينه اليابانيه، من كتر ما هي هشه وبجد انجح عجينة ممكن تجربوها لأي حشوة، مع أي حشوة هتليق. فيلا نشوف المقادير مع بعض. أول حاجة معايا 700 جرام من الدقيق. أنا هنا ملتزمة بالجرامات عشان بحسها أسهل. الأكواب المعيارية ساعات بتكون متغيرة. معايا 700 جرام من الدقيق، ومعايا 300 جرام من الحليب، ومعايا 80 جرام من السكر، حوالي 6 معالق كبار، ومعلقة كبيرة من الخل، وبيضة واحدة. معايا معلقة ونص كبيرة من الخميرة، حوالي 15 جرام، ومعايا كمان 60 جرام من الزبدة، ومعلقة صغيرة فقط من البيكنج باودر بتضيف هشاشة للعجين، ومعايا 2 معلقة كبيرة من الحليب البودر. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ معايا كوب من المية، ومعايا كوب من الحليب، و50 جرام من الدقيق. طيب الخليط ده هنقلبه على البارد، وبعدين هنحطه على النار هيتقل ونشيله نسيبه يبرد ونستخدمه في العجين. ده اسمه خليط التانزونج. خليط التانزونج ده بيستخدموه اليابانيين في العيش الياباني بتاعهم، اللي بنكون مش عارفين ايه السر اللي مخليه قطني ولونه ابيض كده وتحفة. هو الخليط ده هنقلبه كده على البارد، وبعدين هنرفعه على النار. اول ما الاقي ان الخليط تقل معايا ببدأ انزله كده، وكده يبقى الخليط جاهز معايا. عاوزه اقول لكم ان الخليط ده استخدموه في اي معجنات انتوا عاملينها. تقدروا كمان تعتمدوه في كل المعجنات، يعني ما تقدروش تعملوا معجنات غير بيه، بس اهم حاجه لازم يبرد قبل ما يعني يوصل لدرجه حراره الغرفه.